صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض سينامون رولز بالشوفان، صحي وطعمه جميل جدا. او سينابون لفائف القرفة، طري جدا وهش ودايب دوب. اوعدك هتدمني الوصفة من حلاوتها، والاهم انها عجبت الاطفال جدا. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لأول مرة تشوفوني، انا اسمي نور. بحب الاكل الصحي، وهدف التشجيع على حياة صحية واكل صحي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. نص كوب دقيق شوفان. طريقة عمل دقيق شوفان في البيت هتكون موجودة في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. رشة ملح، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سمسم مطحون. بتفرق جدا في النتيجة، غير فوائده الرهيبة. السمسم صيدلية كاملة من الكالسيوم. هقلب المكونات الجافة مع بعض كويس. معلقة صغيرة خل، الخل بيدي هشاشة وطراوة للمعجنات. ربع معلقة صغيرة عسل، البديل سكر دايت. 2 معلقة كبيرة زبادي. للعجن هستخدم مية دافية، هنزل بالتدريج لوقت الوصول للقوام المناسب. هقلب المكونات مع بعض كويس لوقت ما تتشكل معانا عجينة متماسكة فيها سنة من التلزيق. معلقة صغيرة زيت هلم بيها العجينة. نوع الزيت اي زيت متوفر عندنا، او سمنة او زبدة بلدي نسيحها وناخد منها نفس مقدار الزيت. هعجنها لمدة دقيقتين. استخدمت معلقة كبيرة مية دافية للعجن. هغطيها ترتاح لمدة دقيقتين بس مش اكتر. هفردها شكل طولي. العجينة طرية ومرنة وبتتفرد معايا بكل سهولة. هستخدم نص معلقة صغيرة زبدة لتوريق العجينة. هبتدي اوزع الزبدة على العجينة. ربع معلقة صغيرة من العسل هبتدي اوزعها على العجينة، البديل سكر دايت. ربع معلقة صغيرة قرفة. ربع معلقة صغيرة كاكاو خام. هبتدي ادمج المكونات مع بعض كويس على العجينة. هبتدي الفها رول. هبتدي اقسمها قطعتين. هضيفها في اي قالب صغير، مج او فخار او اي حاجة صغيرة بتدخل الفرن. هغطيها ترتاح لمدة ربع ساعة. هكرر نفس الخطوات في الجزء المتبقي من العجينة. هفردها شكل طولي. هوزع عليها نص معلقة صغيرة زبدة للتوريق، رشة من العسل، وهبتدي اوزعها على العجينة. ربع معلقة صغيرة قرفة، كمية القرفة والكاكاو الخام حسب الرغبة. ربع معلقة صغيرة كاكاو خام. هبتدي ادمج المكونات على العجينة. هلفها رول. ضغطت عليها بايدي وبططتها. ضفتها في قالب. هغطيها ترتاح لمدة ربع ساعة. لتسوية الميكرويف هتاخد دقيقة ونص. التسوية في الفرن، هدخل القالب على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الشبكي اللي في النص. هتاخد وقت في التسوية 10 دقايق. وقت التشكيل قسموها 2، ما تقسموهاش 3 زي ما انا عملت. لتحضير صوص السينابون الابيض الصحي، ضفت علبة زبادي في مصفى عشان تتصفى من المية. اتحولت معانا اللبنة بالشكل ده. البديل جبنة كريمي. هستخدم 2 معلقة كبيرة زبادي، كمية الزبادي حسب الرغبة. رشة فانيليا، معلقة صغيرة عسل، البديل سكر دايت. هخففه بمعلقة صغيرة من اللبن. هقلبهم مع بعض كويس. حابين تخففوا القوام هنستخدم لبن، حابين القوام يكون تقيل هنضيف زبادي. الصوص الابيض ليه طرق كتير، ودي اسهل وابسط طريقة. وبكده يكون جاهز معانا احلى صوص سينامون صحي. السينامون استوى، شكله روعة،
ريحة القرفة بقى وقت التسوية وهمية. بعد مرور 9 دقايق من التسوية دهنت وش السينامون بمعلقة من اللبن وشغلت عليه الشواية لمدة دقيقة عشان ياخد لون ذهبي. هضيف عليه الصوص الابيض اللي جهزناه مع بعض. ده كده بيكون شكل القطع. شكله رائع جدا. ده كده بيكون الشكل النهائي. تيجوا نقطع قطع ونشوف الشكل والطعم ايه. ده كده بيكون شكل القطع. بجد وبدون مجاملة الطعم حكاية. احلى واطعم سينامون صحي هتجربوه. اتمنى تجربوه يعجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. دمتم بصحة وعافية.